ممكن يحصل عملية إجهاض لواحدة ست من غير نقطة دم؟ السحر مش خرافة ولا مجرد كلمة ممكن تسمعها وتمر كده مرار الكرام. السحر شر وأذى، والأذية اللي بيسببها السحر ممكن توصل للموت. ولما بقول موت مش ببالغ، لأني عشت التجربة دي اللي أنا هحكيها مع أختي، واللي أنا هحكيه النهاردة في قصتنا هي قصة حقيقية منقولة. يلا بينا نعرف الحكاية من أولها. بسم الله فنبدأ. واحدة بتحكي وبتقول أنا ست متجوزة وعايشة في محافظة القاهرة وعندي دلوقتي 29 سنة. وهنا الست دي بتحكي الحكاية اللي هي عاشتها وشافتها. ابتدت من السنة التانية ليها في الجامعة، وهي بتقول أختي في الوقت ده كانت متجوزة وبقالها كام شهر وعايشة في شقة في عمارة في آخر الشارع اللي احنا كنا ساكنين فيه. وجوز أختي خد الشقة دي عشان تبقى قريبة مننا، عشان جوز أختي بيسافر وشغله في شرم الشيخ وبيقعد هناك 20 يوم ويجي القاهرة هنا يقعد 7 ايام، وكمان عشان هي ومامتها ياخدوا بالهم منها. وبالمناسبه اختها في اللحظه دي كان عندها 28 سنه وكانت حامل في الشهر الخامس. وفي الوقت ده بتقول ان اختها كانت شغاله مدرسه. طبعا كانت متعوده لما تخلص شغلها بترجع عند مامتها تقعد عندها لحد اخر النهار وتروح تاني شقتها تنام، لحد ما اختها الصغيره اللي انا بقول لكم عليها دي في الجامعه لاحظت على اختها اللي متجوزه تغيير غريب، ان بقت سرحانه طول الوقت، تيجي تكلمها ما بتردش، هتقول قاعده لوحدها ما بتتكلمش مع حد خالص. وده ما كانش الطبيعي بالنسبه لهم، لان الاتنين دول كانوا على طول بيتكلموا مع بعض وكانوا اكني اكتر من صحاب مش اخوات بس. وحتى كمان لما كانت بتبقى قاعده معاهم وسرحانه يندهوا عليها كانت بتتخض جامد. والبنت هنا بتقول كانت في يوم راجعه من الجامعه تعبانه قوي فكلت ودخلت نامت. نومها ساعتها ما كانش مريح وكانت حاسه ان في حاجه غريبه، لحد ما فجاه صحت على صوت صريخ اختها. وقامت في اللحظه دي مفزوعه قوي وقعدت تتلفت حوالين نفسها كده وتبص يمين وشمال، واستغربت جدا لان لقت نفسها نايمة على السرير بتاع اختها اللي في شقتها اللي في اول الشارع. ولقت كمان اختها واقفة عند الدولاب ومديها ظهرها، وبتقول ان اختها كانت عمالة تصرخ وان هي كمان كانت مصدومة وما كانش لاقي تفسير من اللي هي شافته واللي حصل ده. وفضلت تقول لها انا جيت هنا ازاي وانت بتصرخي كده ليه؟ وفجأة لقت دورة في الدولاب بتتفتح بكل قوة في وش اختها، وكل اللي جوه الدولاب بقى يتحدف على اختها وعلى الارض، لحد ما فجأة واحدة لقت الست عجوزة خارجة من الدولاب وما كانش باين منها اي ملامح ولا اي حاجة توضح هي مين. كل اللي شافته ان الست اللي طلعت من الدولاب دي شعرها طويل وظهرها محني ووشها مش باين. والبنت دي كانت بتحكي بتقول ان اختها في اللحظة دي ساعتها كانت واقفة بتبرق للسقف وما بتتكلمش خالص وعمالة تعيط. والبنت بتحكي وبتقول ان الست دي جت عند اختها وفضلت تضرب اختها ببطنها جامد وتضربها ضرب قوي، لمجرد ان اختها في اللحظه دي ما كانتش بتصرخ وما كانتش بتتكلم، اكن كانت متخدره. وبتقول فجاه واحده كده اختي جات عند السرير مسكت رجلي وفضلت في اللحظه تصرخ وقعدت تقول لها الحقوني 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 الحقوني. والبنت دي بتقول انا لسه راح اصرخ في الست اللي ملهاش ملامح دي، لقيت فجاه في ايديها طفل صغير ولسه مولود وجسمه غرقان كله دم. والبنت هنا بتقول ان هي قعدت تصرخ جامد قوي لحد ما بتبص فجأة واحدة لقيت اختها غرقانة كلها دم. والبنت دي بتقول انا حاولت اجمد قلبي قوي وامسك اي حاجة احدفها على الست دي عشان تبعد عني وعن اختي، لكن الست دي راحت حدفت الطفل في وشي فغمضت عيني في اللحظة دي. وبتقول لما فتحت عيني فجأة لقيت نفسي في اوضتي نايمة على سرير عادي. وبتقول انا حمدت ربنا اللي ده طلع حلم ومش حلم عادي، ده طلع كابوس. بس اللي جاي بقى اغرب من الخيال. وبتقول لما صحيت من النوم في اللحظة دي كان جسمي كله عرق بشكل غير طبيعي. وبتقول فقمت من السرير وطلعت بره في الصالة فلقيت ماما قاعدة متضايقة، فبسأل ماما وبقول لها مالك؟ قالت لي اختك ما جاتش النهاردة. ورحت قايله لها طب ما تتصلي بيها. راحت ماما ساعتها قالت لي انا اتصلت بيها كتير قوي يا بنتي وما بتردش، واختي اساسا احنا مش متعودين اللي هي مفيش يوم ما بتجيش عندنا، مفيش يوم ما بتفوتوش، بتيجي عندنا بعد ما تخلص شغلها في المدرسة تقضي عندنا لحد بالليل وساعتها بتروح تاني شقتها تنام وتصحى تاني يوم تروح شغلها. فوالدتها هنا بتقول لها انا هنزل يا بنتي اخد مرات عمك من تحت ونروح نشوفها في الشقة. فالبنت هنا قالت لها طب استني يا ماما انا هلبس وهاجي معاكم. بالفعل
راحوا شقته اللي في اخر الشارع دي، فضلوا يخبطوا على اختهم قد كده، ساعتها مفيش حد فتح. فهنا امها قالت انا صح، اختي كانت مداني نسخه مفتاح للشقه اخليها معايا. وامها وهي بتطلع نسخه المفتاح وبتفتح باب الشقه، لقت الشقه طبيعيه عادي ما فيهاش اي حاجه، ولقت الانوار كلها شغاله. وهنا قعدوا يبصوا يمين وشمال في الشقه ما لقوش اي حاجه، فقالوا يخشوا اوضه النوم يشوفوها يمكن نايمه. بالفعل دخلت امها ودخلت هي ودخلت مرات عمها اوضه النوم وفتحوا باب الاوضه، وفضلوا واقفين مبرقين من المنظر اللي هم شافوه. والبنت بتقول المنظر اللي انا شفته لحد وقتنا هذا عمري في حياتي ما هنساه ولا هيروح عن بالي. وكده يبقى انا خلصت الجزء الاول من السلسله، وان شاء الله انتظروا الجزء التاني بالتكمله، والتكمله مرعب جدا لدرجه انت ما تتخيلهاش. سلام.